هي خلصت. شايفين شكلها تحفه. يلا بقى، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل نجرسكو. انا غبت فتره عشان وشي اتلسع من الزيت. على قد امكانياتنا هنعمل نجرسكو بطريقه سهله وحلوه قوي ولذيذه ومش هتاخد مننا اي وقت خالص. ويلا نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنقطع البانيه بتاعنا. يلا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص قطعت البانيه بتاعي، هحطه على النار وبعد كده هنقطع الخضار بتاعنا. الخضار بتاعنا بصلتين واتنين فلفل رومي وواحد قرن فلفل حامي. هنقطع البصل بتاعنا كبير عشان هو كده كده بيكش. هنحط نص معلقه من بهارات الفراخ، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الملح، ورشه من جوز الطيب، ورشه من السماق، وهنقلب تقليبه بسيطه جدا. بعد كده ننزل بالخضار بتاعنا، هنقلب تقلبتين ونسيبه. انا مش عايزه الخضار بتاعي يدبل قوي لان كده كده هو هيكمل سواه في الفرن. الطاسه هشيل منها الفراخ بتاعتي وهنزل بمعلقتين من السمنه كبار او زبده. الدقيق ده انا جبته مش حلو خالص، ينفع في القلي، قلي بانيه، قلي سمك، وينفع في البشاميل، لكن ما ينفعش الدقيق ده في المعجنات او الكيك، مش حلو خالص. حوالي ب5 أو 6 معالق من الدقيق هنحمرهم كده في السمنه ويتجانسوا مع بعض. هنزل بحوالي لتر من اللبن، عليهم كوبايه من الميه، وهفضل اقلب. هنزل بالبهارات بتاعتي، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات فراخ، نص معلقه من الملح، مكعب مرق الدجاج، رشه من جوز الطيب، وهقلب. اول ما يغلي معايا هقفل عليه النار، وهو كده خلاص البشاميل بتاع النجرسكو بيبقى خفيف. مرحله المحببه الى قلبي، رص الصينيه. شكلها تحفه. يلا بقى هندخلها الفرن حوالي 20 دقيقه. هنشغل الشوايه عليها ونتابعها على حسب الفرن بتاعك، بس هو عندي هتقعد 20 دقيقه. خلصت. شايفين شكلها تحفه. يلا بقى. على الجمال، لا لازم اقطع منها واكل دلوقتي. بس كده الفيديو خلص. ما تنسوش الاشتراك في القناه، والف هنا وشفا.